السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. هنعمل مع بعض اسهل وانجح طريقه بجد هتعجبكم جدا جدا، ونقدر كمان نحتفظ بالعجينه في الفريزر، مش هيحصل لها اي حاجه، ويدوبك نطلعها ونشكلها. هتبقى جميله جدا اكننا لسه عجنينها دلوقتي. بجد هتعجبكم جدا، وبطريقه سهله جدا ومقادير يعني بسيطه. الموجوده عندنا نقدر نحطه على وش البيتزا. يعني عندنا لحمه مفرومه، عندنا كوكي، او عندنا صدور فراخ، او عندنا سلمون، او عندنا اي حاجة تونة، اي حاجة نقدر نحطها على وش البيتزا كده، بتبقى طعمها حلو. والعجينة اصلا بتاعتها جميلة وطرية جدا، فنقدر نحط يعني نشكلها باي شكل احنا عايزينها. نعملها ميني بيتزا، نعملها بيتزا كبيرة، يعني زي ما انتوا حابين. يلا كده نسمي بسم الله ونشوف اول حاجة عملنا ايه. اول حاجة جبت طبق صغير او بولة صغيرة، ونزلت بمعلقتين من الكاتشب. الكمية دي بتاعتكم ممكن تزودوا. وكمان نزلت بمعلقة كده من معجون الصلصة. طبعا المكونات دي بتاعتنا احنا، اللي هي يعني نزود المكونات او ننقصها، دي بتاعتنا وعلى حسب الكمية بتاعة البيتزا او حجم البيتزا اللي بنعملها. وانا بس بهرتها بملح وفلفل اسمر وتوابل البيتزا بس كده. جبت بقى بولة ونزلت على طول بكوبايتين من الدقيق. الدقيق بتاعي منخول، انا على طول ببقى قبل ما اشتغل في اي حاجة معجنات او بيتزات كيكات اي حاجة، بكون نخلة الدقيق بتاعي اول حاجة، علشان ده يعني خطوة أساسية جدا. لو مش عايزين العجينة بتاعتنا تبقى هشة، هنبقى عايزينها يعني أي شوائب فيها تطلع، فالأكيد والأحسن إن احنا ننخل الدقيق بتاعنا في أي معجنات أو في كيكات أو في أي حاجة زي ما قلت لكم. هنا بقى بنجهز المكونات بتاعتنا، اللي هي مية سخنة وملح، معلقة سكر، نص معلقة من الخميرة، وبعجنها كويس وبسيبها نص ساعة بتخمر. وبجيب صينية بقى. طبعا انا هنا مجهزة الحشو بتاعي، هقول لكم ايه دلوقتي هو الحشو. جبت الصينية بتاعتي كده، واي مادة دهنية انا حباها، يا دوبك بس بمسحها كده مسحة بسيطة. في الوقت ده انا مشغلة الفرن وسايباه يسخن. في الوقت ده برضو انا جايبة ستريبس، ممكن يكون فيه اللي هو السبايسي، وممكن يكون البارد. انا جايبه البارد عشان الاطفال. وجايبه معايا لانشون ومقطعاه قطع صغيره، ومعايا زيتون، ومعايا الصلصه بتاعه البيتزا دي. ومجهزه كله، وبدات بقى ان انا اجيب العجينه بتاعتي. العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. انا قلت لكم على المكونات بتاعتي. العجينه بتاعتي بعد ما عجنت التانية، لقيت كده ان انا ايه، لا انا كنت محتاجه ان انا اعجن شويه حلوين واحطهم في الفريزر عشان وقت ما اطلعهم. هنا انا فردت كل العجينه بتاعتي. وطبعا انا العجينه بتاعتي يعني عملت زي ما قلت لكم، عملت كمان كميه وسبتها تخمر. بعد ما بتخمر كده ببططها تبطيطه صغيره كده، وبخرمها بالشوكه وبحطها في الكياس، بحطها في الفريزر علشان وقت ما احب ان انا اعمل البيتزا تبقى كل حاجه عندي جاهز. اسيب العجينه كده تفك، واعجنها عجنه بسيطه كده، وارجع افردها في الصينيه، بتبقى اكني لسه عامله العجينه دلوقتي. همسك بقى بعد ما فردت كده العجينه بتاعتي كويس جدا، وخرمتها كده بايدي. طبعا ممكن نخرمها بشوكه او باي حاجه. بدأت بقى ان انا اجيب الصلصة بتاعتي وافردها على سطح البيتزا كله. يعني اوزع الصلصة اللي معايا كلها على سطح البيتزا بتاعتي. طبعا ممكن تعملوها لو عايزينها اتخن من كده، يبقى في صينية صغيرة شوية. عايزينها بالحجم ده، انا عاملاها في الصينية بتاعت البسبوسة. انا بالنسبة لي الحجم ده كويس جدا، ناجحة جدا بجد وهتعجبكم. بدأت بقى ان انا افردها كلها. طبعا الصلصة بتاعتي واخدة التوابل، واخدة كاتشب، معلقتين الكاتشب دول مهمين جدا. وحبيت ان انا ازينها اكتر من احط لها طماطم، اجيب طماطم كده اقطعها حلقات، واجيب كمان فلفل، يعني كده بيدوها طعم وشكل كمان. بس ده اللي كان موجود عندي. وكانت البنات طالبه بيتزا يا جماعه، عشان ما حدش يقول ايدي فيها ايدي باينه او حاجه، دي ايد بنوتي. يعني انا عملت لها فردت لها العجينه بس، وهي اللي بتعمل بنوتي صغيره، عشان ما حدش يقول لي ايديكي باينه او فيها يعني رسم حاجه على ايدي او حاجه. كل متابعيني عارفين ان دي مش ايدي، لان بنتي كلكم عارفين ان هي بتساعدني اوقات كتير في التصوير. زي ما انتم شايفين بعد كده ما فردنا الصلصه بتاعتنا، بدات ان انا اجيب اللانشون بتاعي مقطعاه كده صغير، وافرده على السطح بتاع البيتزا بتاعتي. وكمان جبت الزيتون، بدات كله ان انا افرده كويس جدا واوزعه كده على السطح بتاع البيتزا بتاعتي. وبدات ان انا اجيب كمان الستريبس اللي انا مقطعاه قطع صغيره واحطه على البيتزا. كان طعمها حلو جدا. العجينه نفسها كده كانت من جوه هشه كده وطريه، وكانت حلوه جدا جدا، وهتعجبكم ان شاء الله.
وجربوها وما تقلقوش خالص ان هي تتحط في الفريزر وبعدين نرجع نطلعها، مفيش اي مشكلة. في معجنات كتير ممكن نحتفظ بيها في الفريزر، بس مش اي معجنات، ونطلعها نشتغل بيها. بتنفع في الزنقات جامدة، وبتنفع في الازمات، وبتنفع في ان حد يجينا ضيف او اي حد يجينا على سهوة، او جوعنا بالليل كده، الجوع بتاع اخر الليل ده، او اطفالنا طلبوا اي حاجة، يعني بتنفع في كل الاحوال. لو وصلتوا لحد هنا اخواتي وحبايبي، اوعوا تنسوني ولا تبخلوا عليا بالاشتراك في القناة، حاجة بتفرحني وبتسعدني يا احلى اخوات في الدنيا، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، واكبر بيكم واكبر بسببكم يا احلى اخوات في الدنيا. وكمان تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد اقتصادي من قناة سما ام البنات. وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير اقتصادية مع بعض، ونعمل كل حاجة، يعني مش هنحرم نفسنا بأي حاجة. والله كان طعمها حلو جدا، وكده البنات كانت بتحط عليها الكاتشب، مايونيز بقى اللي انتوا عايزينه، مستردة، يعني اي حاجة انتوا حابينها وحابين تحطوا عليها دي بتاعتكم. سلام عليكم.